انت عمرك سمعت عن حرب بخارى وسمرقند؟ لو بصيت على الخريطة في الوقت ده هتكتشف ان المغول بقوا على حدود الدولة الخوارزمية، والصدام كده كده كان هيحصل. في البداية كان في تجارة عادية بين الدولتين، لكن في نفس الوقت ده حصلت حادثة كانت هي شرارة الحرب اللي حصلت بين الدولتين، بعد ما السلطان الخوارزمي قتل التجار المغول وخد الذهب اللي كان معاهم. جنكيز خان اول ما وصل له الخبر قال لك ما بدهاش، وجمع جيشه وراح بنفسه على بلاد خوارزم وحاصر البلاد من فوق وتحت، ودخل بجيشه لبخارى وسمرقند، وساعتها بقى ارتكب فيهم ابشع المجازر. في كتابه الكامل في التاريخ لابن الاسير كان بيوثق فيه طريقه المغول في القتل، فكان بيقول: لقد بقيت عده سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثه استعظاما لها كارها لذكرها، فانا اقدم اليها رجلا واؤخر اخرى، فمن الذي يسهل عليه ان يكتب نعي الاسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت امي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج، وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفه، وهؤلاء لم يبقوا على أحد، بل قتلوا النساء والرجال والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون.